كلشي كيهضر على واش لامين جمال غيقدر يمثل المنتخب الوطني. لامين جمال بعد المشاكل اللي وقعت ليه مع الاتحاد الاسباني، كنشوفوا هاد العنصريه ديال الصحافه اللي مارسوا واحد الضغط كبير، كيكتبوا عليه تيقولوا ليه الا بغيتي تمثل المغرب سير. فالقانون ديال الفيفا كيقول واش عنده الحق يمثل المنتخب المغربي ولا لا. القانون ديال الفيفا اللي كيقول الا كان شي لاعب يبغي يبدل الجنسيه فخاصو يكون اقل من 21 عام، وخاصو يكون لاعب اقل من 3 الماتشات، وما يكون عنده حتى شي تيتر مع المنتخب اللي كيمثل. بالامكان لامين جمال انه يمثل المنتخب المغربي ويغير الجنسيه ديالو. علاش؟ حيت الفيفا واخا وضع القوانين، حيت لامين جمال الوقيته اللي كان كيلعب مع المنتخب الاسباني يعني ما كانش واصل سن الرشد. يعني الشروط اللي وضع الفيفا 21 عام كاينه كتوفر في لامين جمال، انه خاصو يكون ما مدي حتى شي تيتر. هو مدي تيتر مع اسبانيا اللي هو كاس اوروبا. حاليا لعب اكثر من 3 الماتشات، ولكن الا جينا نحسبوا ليه هو بدا معاهم في واحد السن اللي مبكر، باقي ما داخلش سن الرشد. يعني الا جينا نحسبوا ليه من اللي بلغ لدابا، يعني تقريبا يلاه لاعب 2 ماتشات. فواش هاد القضيه غادي تكون بصح؟ ما كرهناش يجي يمثل المنتخب الوطني ويلعب معنا، مرحبا به.